حياكم الله أعزائي المشاهدين. اليوم أثناء زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية اصطحب مع مجموعة من رجال الأعمال والشركات العالمية، من ضمنهم إيلون ماسك مالك شركة إكس سبيس الفضائية. تم توقيع اتفاقية هي الأهم بالنسبة لنا كمستخدمين للإنترنت على الإطلاق. ممكن سعر الإنترنت يصير برخص التراب، ممكن إحنا الحين نوصل لمرحلة تنافس، خلاص ما عاد في احتكار، الإنترنت صار في كل مكان. هذه الاتفاقية هي اتفاقية تشغيل ستارلينك في المملكة العربية السعودية. وش هي خدمة ستارلينك اللي تم اليوم الموافقة على تشغيلها في المملكة العربية السعودية؟ خدمة ستارلينك هي خدمة انترنت فضائية. تذكرون أول ما بدأت الستلايت تستقبل قنوات الفضائية في البيت عن طريق الصحن اللاقط، ما راح أتكلم لغة عربية صح، عن طريق الجهاز اللي يستقبل الإشارات من الأقمار الصناعية. فأنت بس بعد كذا راح تشتري الجهاز هذا لمرة واحدة، هذا هو الجهاز، وبعدين راح تشترك باشتراك رمزي يوفر لك انترنت عالي السرعة في أي مكان، في الجبل، في البر، في الصحراء، 24 ساعة انترنت قوي، من أقوى الانترنت حسب ما يقولون اللي استخدموا هذه الخدمة. وراح توفر لك انترنت عالي السرعة بأسعار ممكنة في أي مكان، في الجبل، في الصحراء، في البر، في الليل، في النهار، وداعا لإضافة الانترنت وانقطاع الانترنت. فشكرا للقيادة، شكرا للأمير محمد بن سلمان على توفير هذه الخدمة وتوفير الرفاهية. الانترنت هذا راح يغير مفهوم الانترنت. طبعا هذه خدمة ستارلينك، هي خدمة تتبع إيلون ماسك، شركة إيلون ماسك سبيس إكس، وراح تكون متوفرة. هم اليوم أعلنوا أنهم راح يسمحون باستخدامها في المملكة، ولكن باقي التفاصيل لسه ما عرفناها، لأنهم باقي اليوم أعلنوا، وراح يكون في تفاصيل إن شاء الله راح نوافيكم فيها. مبروك تفعيل خدمة ستارلينك، أخيرا راح أشترك فيها. أنتوا عارفين أنا الحين أستخدم إنترنت في أمان الله. لا تنسى اللايك، ها.